السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يسعد اي حد بيحط لي لايك ويفرح قلبه الكل يتمناه. فيديو جديد النهارده، يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو النهارده حماسي جدا جدا، وفيه شويه تغييرات وتجديدات بحاجات كانت عندي في البيت. حاولت ان انا الم الشقه على قد ما اقدر، ومستنيه رايكم في اخر الفيديو تقولوا لي ايه رايكم يعني في الشكل شبه النهائي. بصوا بقى، انا كان عندي السجاده دي فاكرينها المنت جرين في بيج اللي كانت بتاعه الركنه الجنزيري. فاكرين الركنه الجنزيري؟ يعني السجاده دي تقريبا بقالها 3 سنين عندي، علشان هي مودرن وكده، فانا ما رضيتش ان انا افرط فيها. تعالوا بقى بصوا شكل الشقه عامل ازاي الجزء التاني. بصوا الدنيا طبعا هنا، بصوا حيث بيس. زي ما انتم شايفين انا جايبه كل التحف اللي عندي بعد ما غسلتها، حطيتها كده على البوفيه، وكنت نشفتها بس عشان ارتب افكاري، لان هعمل برضو ديكورات جديده في المطبخ. فمش ديكورات جديده، هحط حاجات من الريسبشن في المطبخ، هتشوفوا معايا بقى في الفيديوهات الجايه. فايه برتب افكاري، ايه الحاجات اللي انا احطها، ايه الحاجات اللي انا استغنى عنها. وهنا زي ما انتم شايفين السجاد، انا مستنيه الفرج ده اللي معطلني. بصوا مش قلب حياتي، كميه السجاد باللحفه بالحاجات دي كلها في مدخل طبعا الباب صعب جدا. وعايزه اقول لكم السجاد الشيك ده تقيل تقيل جدا جدا. عارفين اللي هو انا السجاده دي متر وستين في 2 متر 35، بس تقيله قوي. انا حتى مش عارفه ابرمها كويس. ما تعرفوش بقى مفيش اعصاب ولا ايه، الدنيا عندي صعبه. فعلى امل ان هم بياخدوهم ويغسلوهم، وبصراحه الحاجه بتيجي متكيسه ومتربطه وتمام التمام. بقالي كده في الموضوع ده داخله على 10 ايام، فقلت لا مش هحط ايدي على خدي، فحاول ان انا انقذ ما يمكن انقاذه. وبصراحه صاحبه الفكره دي بوسي، اللايكات النهارده عايزاها بقى ايه لبوسي. قالت لي يا ماما تعالي كده ايه نغسل المشايات، او انا هغسلك المشايات الصغيره اللي اقدر اعملها. كمان انا مش هقدر اغسل السجاد الكبير علشان البلكونه عندي صغيره جدا، وطبعا يعني هينقط وكده، حتى مهما اصفيه هينقط برضو. يعني انا اللي صفيته في البانيو بتاع الحمام، المشكله ان عمل الريحه مكمكمه، طبعا كمكمه عايز شمس وكده، فانا مش هقدر اطلعها طبعا البلكونه لما اتاكد خالص ان ما فيهوش يعني ولا نقطه ميه. قعدت اصفيه شويه على البانيو وشويه على الحوض، لغايه بصوا يوم كامل. بقى بالليل اعزكم الله بقى ريحه البيت كانت صعبه قوي الصراحه. ريحه الحمام بالذات، فطلعناه برضو في البلكونه وحطيناه على كرسي بتاع السلم ده، كرسي السلم. والحمد لله لغايه ما اتاكدت ان هو صف خالص بدانا ان احنا ايه ننشره. بوسي كمان مسكت السجاده دي او المشايه دي بتاعه الطرقه، يعني قالت لي برضو هغسلها. اللي ربنا قدرها عليه بصراحه عملته. فاي بقى بنوته كده جميله تتشجع زي بوسي كده وتساعد مامتها. اليوم الاجازه بيبقى طويل جدا جدا، يا اما تشتركي بقى في رياضه انت بتحبيها وتساعدي مامتك في البيت، هتلاقي برضو عندك وقت. عايزه اقول لكم ان انا مقصره معاهم، بس قلت لهم لما الشقه تخلص يعني ان شاء الله هبقى اخرجهم يوم كده يتفسحوا بقى بعد ما نجحوا. انا لسه ما خرجتهمش عشان زي ما انتم شايفين يعني مش معقول نخرج والنفسيه اصلا تعبانه من منظر الشقه كده. فهي بوسي بقى بتساعدني، اللي بتقدر تعمله بتعمله معايا كده زي ما انتم شايفين. طبعا السجاد ده كده كله تراب مطرح الصاروخ ده حاجة اللي بيستخدموه في الشقة، حاجة مدمرة بمعنى الكلمة. بتخلي كل الحاجة تراب، لان طبعا الاول بيحددوا بالصاروخ. بتقول لكم ايديا باشت بصي بتقول لكم ايديا باشت من المية. حطوا بقى لايك للفيديو ده عشان اتشجع واعمل حاجات كتير لماما. عايزه اقول لكم ان الصاروخ ده بيحددوا بيه الاول، بعد كده يكسروا بالازمير او الشاكوش. فمش عارفه ليه كان الاول بيكسروا على طول، بس كده احسن عشان احنا عايزين كنا فتحه معينه يعني. بصوا بقى السجاده دي اللي انتوا قلتوا لي حلوه جدا جدا. افرشيها في الريسبشن حلوه والله، وشكلها لايق على العفش. انا كان عندي السجاده بقول لكم بقى بتاعه الركنه، هوريها لكم دلوقتي لو انتوا مش فاكرينها، والناس اللي داخله جداد هتليق جدا جدا على الصالون. انا كنت هحطها في الليفينج بره، بس لقيتها هتليق اكتر على الصالون عشان فيها المنت. هتشوفوها دلوقتي لما طبعا افرشها. عايزه اقول لكم ان انا ليل طبعا مفيش سجاد او سجاد صغير كده، ليل ونهار عامله اكنس وامسح في الارض ليل ونهار. ما اعرفش ايه اللي جالي كده، طول ما الارض مش متغطيه لازم اعمل كده. طبعا خلصت كنس كده وجبت تحت الصالون وكل حاجه تمام التمام. مسحت بقى الارضيه كده زي ما انتم شايفين بمعطر بقى الدوني والكلوريكس الالوان وشويه بقى برسيل جل، كانت الريحه ما اقولكوش يعني. وطبعا رفعت الستاره وسبت الدنيا تنشف خالص. ودي السجاده اللي انا بقول لكم
طبعا لما كانت جديدة كان لونها غير كده لاني غسلتها، هي فاتحة فكنت بحط فيها كلوركس الوان واغسلها جامد قوي لانها خفيفة. كنت بغسلها هنا يعني في البيت. فبصوا فتحت شوية بس هي ماشية، يعني انا شايفة شكلها ايه، حلو ولايق. انتوا ايه رأيكم كده؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وكل ده مؤقتا، يعني مؤقتا لغاية ما ان شاء الله نجيب سجاد جديد او نغسل السجاد ده على خير ان شاء الله. بصوا اهي بوريكم انا اهو لون المنت اهو لايق جدا مع الكراسي. على فكرة والله التصوير ظالمها، هي لونها احلى من كده بس التصوير ظالمها. بفكر لما اجيب سجاد برضو، انتوا شوفوا رأيكم ايه معايا، ان انا اجيب سجادتين بس والسجادة دي احطها تحت السفرة، عشان تحت السفرة مش بيبقى باين قوي، ولا هيبقى شكلها مش لطيف، يعني مش ماشي مع السجاد اللي انا هجيبه. فقولوا لي، يعني مش عايزه احطها في الصالون، عايزه احط الجديد هو اللي في الصالون طبعا. لكن دي عشان بقالها 3 سنين قلت احطها كده ايه في المدخل بره في تحت السفرة وخلاص، يعني يبقى شكل كده، ولا الواحد يجيب بقى 3 بالمرة؟ لان طبعا لو جبت 2 وجيت ادور على التالتة بعد كده هيبقى صعب جدا جدا. الحاجة لما تبقى قدامك هتجيبها مرة واحدة، يا اما الانتاج يا اما هيقولك مفيش كده. فانتوا برضو ايه، اكتبوا لي تحت بالكومنتات اعمل ايه، يعني في الحتة دي الصراحة بتفيدوني جدا جدا. ودايما بيبقى اوقات كتير قوي رأيكم صائب صائب يعني. فخلاص انا حطيتها بس ايه كده مؤقتا لغايه ما نشوف هنعمل ايه ان شاء الله الفتره الجايه. مسكت طبعا هنا الانتريه، انا زي ما قلت لكم امبارح بالليل مزعفه الانتريه ومزعفه بره كده في السفره ومظبطه الدنيا ومسحه والله على قد ما اقدر عشان الروتين يبقى خفيف هنا عليكم. وكمان ما طولش فيه السيراميك او الارض اللي ورا الانتريه. وفي ناس قالت لي الرجل الستانلس بتاعت الانتريه دي عمليه ولا لا؟ انا بقول لكم هي شكلها حلو، بس في حاجه ان انت لما بتجريها بتجري يعني الانتريه لما تيجي تمسحي وكده بتعلم علامه في الارض، يعني بتجرح الارض فصعبه قوي يعني. لا شكل مش مشكله، هي بتتحمل وكل حاجه، يعني كويسه جدا انها تتحمل، عشان في ناس بتقولي هي بتتحمل ولا لا، فهي بتتحمل بصراحه. بس المشكلة ان لما بتيجي تجري الانتريه طبعا هو تقيل جدا، مش هقدر اشيله كل شوية مع الولاد وكده، فانا بجر فالارض بتتجرح، دي طبعا مشكلة صعبة قوي. خدت زي ما انتم شايفين كده السجادة اللي انا كنت حاطاها دي اصلا بتاعت اوضة النوم، حطاها في الصالون، حطيتها هنا في الانتريه. وبصوا بقى في مشاية كمان اهي، كنت حطاها كده ايه بالطول. يمكن تكون السجاد ده في ناس قالت لي كانش واضح قوي في اوضه النوم، بس هو اساسا بتاع اوضه النوم، يعني كده كده هدخله عاجلا اجلا هدخله. بس انا حطاه مؤقتا هنا لان لسه بعمل حاجات في اوضه النوم، فلسه بغسل الستاير ولسه ما عملتش الستاره ما ركبتهاش، فقلت احطه مؤقتا. وفي الاخر هو مش ببقع، هو بس مطرب، فعايز شطف شطفه كويسه كده بشويه دوني وشويه برسيل جل وخلاص والدنيا تبقى تمام. فقلت احطه بالمره ما دام كده كده هغسله ويبقى شكل الصاله عندي حلو. بصوا بقى انا حطيت طبعا السجادتين، السجاده والمشايه جنب بعض، الشكل مش حلو خالص، انا حطيتها بس مؤقتا. لما كنت بتصل بقى دلوقتي بالدراي كلين اسالهم انتوا جايين امتى، فهم قالوا لي احنا قدامنا ساعه وجايين. فقلت طب خلاص تمام، قعدت بقى كده شويه وفردتها كده، بس قلت ايه هطلعها بره شويه وسبت الدنيا على كده. اقعد ساعة 2 3 واتصل عليهم ما بيردوش خالص. حتى جيجي كانت بتكلمني وبتقولي معرفش ليه الدراي كلين ما بقتش ترد، يعني عايزه هي تغسل اللحفه بتاعتها، تقولي برضه اتصلت بيهم ما بيردوش. قلت لها انا بيقول لي جايين ومش بيجوا، فتقريبا عندهم ضغط شغل اليومين دول عشان عيد ولا ايه. مع إن الناس كلها تقريبا يعني عملت على العيد الصغير ورمضان، بس يمكن عشان الدراسة ما غسلوش السجاد على العيد الصغير والكبير. أول بصراحة من خلال تعاملي معاهم بقالي حوالي 2 سنين بتعامل معاهم بياخدوا الحاجة تاني يوم على طول. يعني حتى صاحبتي نجلة بتقولي ده غريبة، يعني ان هما جوش خدوا السجاد ده، هي يعني بعيد عني خالص، هما يعتبروا في سيوف وانا في الفلكي، وتاني يوم بتلاقيهم جايين واخدين عندها الحاجة. طبعا هو نصيب، هي كده بعد ساعات بيبقى في عكوسات، يعني في عكوسات كده. الحمد لله انها بتيجي على قد كده، هي بس الدنيا واقف حالي. ده اول حاجه. تاني حاجه ان الولاد عندي مش بيحبوا منظر الترويق والتنظيف والحاجات دي. يا دي البيت اللي مش بيخلص يا ماما ملم الشقه، طب نلمها معاكي، طب انا اودي السجاد فين، انا اودي السجاد فين واودي اللحفه دي فين؟ مش عارفه بصراحه. قلت لهم بقى ايه، هما زهقوا وانا زهقت كمان، يعني لغايه دلوقتي لقيتهم ايه ما ردوش. قمت اشوف اللي ورايا
وعطلوني، يعني عايزه اقول لكم عطلوني يوم كامل. رحت واخده بقى السجاد كده حطيته كده في المدخل، هو مش شكل يعني، بس قلت ايه اخر ما هزهق هغسله انا على ايدي، لكن انا مش هديه لحد يغسله، يعني هم بس اللي يغسلوه، لان بيغسلوه بمكن. لاني جربت كذا حد، او جربت يعني حد مرتين، لا يعني كان بينزل كده بتراب، يعني حاسه ان هو كان ما فيهوش تراب وبقى فيه تراب. الشعر بتاعه كده كان مجلد، ما تعرفوش، مش مشطوف كويس. فانا قلت لا خلاص، انا يا اما انا اغسلها واحده بواحده، يا اما الم الدنيا دلوقتي. بعد كده يعني هحاول كده ايه استرد قوتي، وبوسي او مويه بيقف قدامي واتنيه كويس جدا جدا، والفه واحطه بقى ايه تحت الصالون. وبقى اللحافه مش عارفه ادخلها اوضه الولاد ازاي، طب ما تغسليها في البانيو. عايزه اقول لكم البانيو كل ما اجيب الطبابه دي اللي اسمها طبابه دي بتاعته عشان انقعه فيها، يا تطلع واسعه يا اما تطلع ضيقه، يا اما بتسرب ميه، معرفش في ايه. يعني عايزه اقول لكم بجد جبت 3 لغايه دلوقتي مش مظبوطين. البانيو فيه حاجه تقريبا، يعني في حاجه كده في الكاوتشه ما بتقفلش كويس خالص 3 مرات. فاحنا برضو ايه مش ساكتين، يعني هنشوف موضوع الطبابة دي تاني اللي هي بتقفل البانيو كده عشان ننقع فيه اللحفة. واهو واحدة واحدة بنحاول ان احنا نغسل الحاجات الصغيرة، واهو لو اضطرينا ان احنا نغسل الكبير هنغسله برضو. الشجرة دي برضو عايزة تتغسل كده، فمستنية بوسي تخلص بس المشايات الصغيرة. في مشايات برضو بتاعة المطبخ بتغسلها ويديها شاور معتبر، دي كنت لسه بصراحة ما غسلتهاش برضو. هنا الكولدير بتاع المية عايزين نغير القارورة بتاعته، القارورة دي بتاعته كل شوية طبعا من ساعة ما احنا جبناه وانا يعني بملاها مية، فده غلط تقريبا. بقالنا داخلين على سنة اهو، فكده صعب قوي بصراحة، يعني ايه اللي انا بعمله ده. فعايزين نغير، المشكلة مفيش حد قريب مني، علشان هي طبعا هتبقى تقيلة جدا جدا، بس هتصرف بقى ان شاء الله. اروح بكده ايه بتوك توك اجيبها يعني من عند اي حد، اشوف بس عند مين، لان كده غلط. فانا دلوقتي فاصلة الكولدير ده علشان محدش يملاها تاني، لان حسيت طعم المية بدأ ان هو متغير. هنا كنت ايقنت خلاص ان هما بتوع السجاد دول مش جايين، ايقنت خلاص، لكن اقعد كده واسكت لا، انا خلاص قلت لا، لازم ان انا ايه اجمل الشقة على قد ما اقدر. مش هقعد كده احط ايدي على خدي واسيب الدنيا كده ايه تضرب تقلب. هحاول كده ايه اظبط الحاجات كراسي السفرة على قد ما اقدر، بس هوسع كده ايه المدخل يعني، علشان لو هم جم ياخدوا السجاد تبقى الدنيا واسعة عندهم، وفي نفس الوقت ايه لما الدنيا احط الكراسي عادي خالص خالص كأني هفرش السفرة عادي قوي، اللي هو كل حاجة كده ايه مكانها، ما عدا بقى ايه المفرش والحاجة. هنا بصي بقى كانت خلصت، وقلت لها لا كفايه كده الحاجات اللي انت غسلتيها في البانيو. وهي بقى كانت بتروق بصراحه اوضتها، يعني كانت بتروق اوضتها وقالت لي قلت لها لا كده تمام حلوه قوي، عشان كمان ما فيش هيبقى مكان في البلكونه ان احنا ننشر فيه كل ده. بصوا انا بحاول ايه اظبط الدنيا زي ما انتم شايفين كده، وشوفوا بقى ايه الشكل النهائي كده، قولوا لي ايه رايكم فيه، يعني الشكل ايه النهائي كده. في ناس كتير كتبت لي الفتحه دي ما تسيبهاش كده، فطبعا انا مش هسيبها كده، يعني احاول احطي عليها ديكور خشبي بفتحات صغيره خالص كده، عشان برضو التهويه في نفس الوقت. لو انت تقريبا هم لسه داخلين جداد القناه، طبعا مرحبا بيهم على راسي من فوق. بيقولوا لي لو انت عندك اطفال صغيره، طبعا عندي طفله صغيره تحط ايديها ولا حاجه، فانا والله ايه ان شاء الله المفروض ان انا ايه اهي عامله تضحك اهي لوجي. المفروض ان انا هحط عليها زي CNC كده وحدات ديكوريه خشبيه، فانا عملتها فعلا، بس لسه مستنيه ان انا استلمها. تعرفي كل حاجه مش بتيجي بالسهل كده، الله المستعان. طبعا كنست الارض كويس جدا جدا وتحت السفره، ولمعت الارض مسحتها كده وسبتها تنشف خالص، وبعد كده حطيت بقى المشايه اللي انا كنت حطاها جنب السجاده بالشكل ده، حطيتها هنا في المدخل كده، بس بعيد خالص عن السجاد وبعيد عن مدخل باب الشقه طبعا، عشان دي هتبقى كلها تراب، فهي بعيد خالص. بصوا اولها كده عند الكولدير وعند المطبخ برضو يعني هلمعه وهفرشه كمان، فطول ما المطبخ مفروش هيبقى الدنيا تمام قوي ونضيفه وزي الفل. قلت اسعد نفسي باي حاجه والله، وشكل الشقه حلو قوي. على فكره ولادي بيهتموا قوي بحته ان الشقه تبقى ايه مترتبه كده وكل حاجه في مكانها، بيبقوا مبسوطين جدا جدا، وانا اهم حاجه عندي راحتهم. الشجره دي بعد ما مسحتها كده ونشفتها، بصوا بقى حطيتها هنا في المكان ده، شكلها حلو قوي، وانا داخله كده يعتبر المطبخ، شكلها لذيذ قوي قوي. بجد طلع شكلها حلو قوي، هتشوفوها في اخر الفيديو. فرحانه قوي لما بعمل
يعني حاجة بسيطة بنقل حاجة من حاجة، باحط سجادة، باحط مفرش، تحفة هي اللي عندي، أو واحدة ديكورية بتكون هي موجودة، لو نقلتها بس من الصالون للأنتريه بتدّي شكل حلو جدًا، جدًا. بُصّوا أنا هنا كان المفرش ده عندي قديم برضه، قُلت أحطه لايق أوي مع الكنبة بتاعة الأنتريه، وحاولت برضه أحط هنا ديكور كده بسيط ولايق برضه دهبيات، يعني أنا باحب أوي الدهبيات، فحطيت فازة الورد دي، وكمان الصينية دي عندي حطيتها بالشكل ده، وممكن أنقلها، يعني ممكن أحتاجها في المطبخ وأنا باعمل ديكور المطبخ، فممكن أنقلها وأحط الأناناسات دي، شايفين الأناناسات دي؟ الأناناس ده أحطه فين؟ في المكتبة، يعني أنا حاطاه بس كده مؤقت لغاية ما أخلّص الشقة خالص وأشوف اللي هيبقى محطوط في المكان المناسب، كل حاجة كده في مكانها واستقر. ده كده الشكل النهائي اللي أنا عملته النهارده إلى حدٍ ما، لإني طبعًا اتعطلت جدًا بسبب السجاد، والسجاد محطوط زي ما هو. بُصّوا بقى الشجرة كده جميلة أوي مع السفرة، مع كمان ألوان أوي السجاد ده طالع تحفة هنا، حتى لو مؤقتًا بجد، بجد مبسوطة جدًا، جدًا بالتغيير اللي أنا عملته، ولو كان حتى بسيط. أنا من الناس اللي بافرح بأقل حاجة. بُصّوا بس فرحانة أوي، السجادة دي كانت عندي في أوضة النوم، بس فرحانة بيها وهي شكلها هنا، حاسة كده تغيير مود يعني. وبُصّوا بقى الحاجة رجعت مكانها، ده أنا طبعًا كنت حاطاها معاكم في الفيديو اللي فات، رجعتها تاني مع اختلاف السجادة بس. ده كده الشكل النهائي بتاع الأنتريه والسفرة، شكله حلو جدًا، ما لكوش دعوة بالسجاد اللي هناك ده، لميته والله على قد ما أقدر. طبعًا لسه ما حطيتش الكوشنات، فلو أنتم قلتوا لي الشكل حلو واستقر عليه كده لغاية العيد إن شاء الله، اكتبوا لي تحت في الكومنتات، محتاجة رأيكم بجد يعني، هيبقى مهم جدًا. هنحط بقى الفيديو الجاي كده الكوشنات بعد ما أسمع رأيكم، وكمان هنفرش الترابيزة بتاعة السفرة والبوفيه، يكون السجاد والمكتبة كمان بتاعة التلفزيون، يكون السجاد إن شاء الله راح اتغسل. وهنا بقى هديت النور شوية كده، وقلت عشان منظر الشقة تبان قدامكم اهو كده زي ما انتم شايفين. اكتفيت بس كده بالنور كنت الازرق، وبعدين هديت النور خالص، وبعد كده بقى هنرش معطر والدنيا تبقى تمام التمام. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، مستنيه بقى لايكاتكم عشان بوسي بقى اللي عملته معايا النهارده، اللايكات النهارده لبوسي ماشي، مش ليا. متنسيش بقى بلايك وشير كومنت حلو منكم، بتساعدوني جدا جدا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير فيديو جديد، مع السلامه.